لك سقط النظام وما خلصنا من التشبيح. كل ما حكينا شيء عن البلد الناس بتسبك وما بترحمك. هلا حقك تحكي، بس انت بتستفز الناس، فطبيعي تلاقي الرد قاسي. يعني قل لي كيف بدك يعني احكي مثلا؟ يعني بين المشكلة بموضوعية وطالب الجهات المعنية بالتدخل. يعني انا فعلا حر انتقد. هلا انت حر تحكي رأيك، بس مانك حر تستفز الناس وتحقر من شأنها. اخي ما بعرف، بس وضع البلد كله ما عاجبني من وقت رجعت. هلا طبيعي ما يعجبك مقارنة باللي كنت عايشه بالغربة، وكلياتنا عم نعاني، وكلياتنا بدنا الأوضاع تتحسن. بس لك بس شو؟ كل اللي حواليك بتحسوا ضدك. تتذكر شو كان طموحنا قبل سنة تقريبا؟ والله ما بتذكر انه كان عنا طموح منطقية. كنا نتمنى تلتغى العسكرية ونخلص من أفرع المخابرات، ونخلص من الاعتقالات والتحقيق والتعذيب، وكنا نتمنى نرجع مرفوعين الراس ونقول منعيش كيف من كان، بس المهم نرجع على هالبلد. يعني بفهم منك انه عادي نعيش بالقلة لطالما النظام القديم سقط. لا أبدا، أنا ما عم أقول هيك. أنا عم أقول الحمد لله رب العالمين إنه أعظم أمنياتنا تحققت، والباقي إن شاء الله سهل. ومع ذلك ماني ساكت عن الغلط. لك روح لا تسكت، إيدك ما تعطي. اوف، عم تقلعني؟ لك لا، قصدي اعمل اللي بدك يا، شو بك زعلت؟